العيلة هي من أهم وأقيم الحاجات في حياتي، وإحنا صغيرين بنكون كلنا عايشين في بيت واحد، بنمر بنفس الحاجات تقريبا، ضغوطاتنا واحدة، مشاكلنا واحدة، ولكن كل لما بنكبر كل لما الحياة بتبعد ما بيننا والمسافة بتطول. وأنا بشوف إن ده مش بس عشان كل واحد فينا بيختار طريق مختلف عن التاني، لأ، بس عشان كل واحد بيحس إن هو مضغوط وإنه مش عايز يضغط حد تاني بمشاكله، ودي أكتر حاجة بتخلينا نحس إن إحنا لوحدنا، أو إن إحنا محدش بيحبنا، أو كمان بنقع في دور الضحية اللي محدش بيحبه ولا مهتم بيه. وعشان نحل المشكله دي انا بشوف ان لازم كل فتره نكلم بعض، نسال على بعض، نتقابل، وما نستناش اي حاجه من الطرف التاني غير ان احنا نكون مستمعين جيدين ومتفهمين للشخص ده، وهو كمان يكون كده تجاهنا. عشان كده قررت انا واختي الكبيره اننا ننزل تقريبا لاول مره في حياتنا لوحدنا، ونخطف لنا ساعتين من ضغوطات وتوقعات الحياه، نتكلم فيهم عن اي حاجه وكل حاجه. اوبر احنا النهارده انا حاسه ان احنا هنروح نجرب احلى كرواسون في مصر. انت حاسه كده؟ بالنسبه لي الكرواسون مش احلى حاجه. انت حاسه ان احنا ما دقناش كرواسون حلو في حياتنا، فلما ندوق هناك هنحس ان هو ايه ده، واو. اشلي بيك هي مريم عامله ايه وانت شايله ماشي حلو. شايف ان هو سليم على البنطلون اللي هو زي مع اني مش باكل تركي، بس ايه ده ليه؟ مش عارفه. ايه حمستيني. يس انت عايزه ماتشا؟ انا ما كنتش عارفه ان هم بيبيعوا ماتشا اصلا، انا لقيتهم بيعملوها وانا بكتب اللطيف فلقيتهم اتفضلت. جربيها لو عايزه. حلو عادي كده لازم تسبيسي. عادي. طلع بره بجد؟ حاطين جبنه مع تركي تقريبا، بس التركي نفسه الكواليتي بتاعته حلوه. طعمه مختلف قوي. القعدة دي مش بس حسستني ان انا مش لوحدي، لا دي كمان حسستني ان انا ممكن اشارك احلامي وطموحاتي مع شخص تاني، ممكن اقول له مشاكلي ويقول لي مشاكله، ونقدر ان احنا نتكلم فيها ونشوف هو احنا الاتنين بنمر بنفس الحاجة ولا كل واحد فينا بيمر بحاجة مختلفة. وده دايما هيضيف نظرة جديدة وبعد جديد بنبص منه للدنيا، لان احنا سمعنا الدنيا من لسان حد تاني. انا الصراحه النوع ده من الخروجات او النوع دوت من التواصل مع الناس بيجدد طاقتي جدا، وبيحسسني ان انا مش لوحدي واني مبسوطه وان في حد بيحبني. ولو انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده عايزاكم تعرفوا ان انتوا مش لوحدكم، تاخدوا الفيديو ده علامه ان انتوا تكلموا حد او تتواصلوا مع حد بتحبوه او كان قريب ليكوا، او حد من اخواتكم او عيلتكم، اتواصلوا معاهم، كلموهم في التليفون، اعملوا فيديو كول، انزلوا مع بعض او اعملوا اي حاجه، وصدقوني بعدها هتحسوا ان انتوا مش لوحدكم، حد بيحبكم وطاقتكم اتجددت.